يا مساء الفل عليكم. النهارده معانا موضوع جديد. اتمنى بس قبل ما نبدأ اللي ما عملش اشتراك في القناة يا ريت يشرفني ويشترك عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة مختلفة شوية. ايه ممكن يخنق اي راجل وخاصة الزوج منك؟ تمام. بصي هنتكلم عن 3 حاجات رئيسية. تمام. اول حاجة من الحاجات اللي بتخنق جدا، يعني هتكلم في النقاط المهمة. حاجات كتيرة ممكن تخنق لكن 3 حاجات مهمين. اول حاجة لو لقيتيه قاعد متضايق مع نفسه، فطبعا ممكن هتخشي عليه، مالك في ايه؟ متضايق؟ ايه اللي شاغل دماغك؟ ايه اللي شاغل تفكيرك؟ الاسئله دي كتير لو حد متضايق هتزهقه. تمام. طب الحل ايه؟ الحل هتقولي له والله انا حاسه ايه، في ايه؟ انا حاسه انك مش في المود النهارده. اتكلم. ما اتكلمش، تقومي تعملي كده كوبايتين شاي، قهوه، whatever، وهتحطيهم تفتحي مع اي كلام. طبعا هو مش عايز يتكلم قوي، وانتي بتفتحي الكلام كده قولي لا بس انت النهارده مش عارفه قلبي حاسس كده في حاجه مزعلك. اتكلم. ما تكلمش، ستوب. هو لما يعوز يكلمك هيكلمك. لا داعي بقى للالحاح والتكرار. الرجاله على فكره ما بتحبش لا الالحاح ولا التكرار. عامليه زي ما يحب يتعامل، مش زي ما انت عايزاه يعاملك. احنا بنحب الالحاح والتكرار، هم لا. طيب تاني حاجة هو في الشغل، وانتي في الشغل او في البيت whatever، الرسائل بقى الايه اللي هي المتكررة والكتير. وحشتني، حبيبي، روحي، كتير كتير كتير، دي بتعمل ملل. طب نعمل ايه؟ الحل ايه؟ الحل حاجة بسيطة. صباح الفل، فطرت؟ تمام، هيرد عليكي. حلو الكلام. طب ما ردش عليكي، هنيجي بقى لنمرة 3 وهي الإلحاح. الله، ده أنا بعتلك وما بتردش. الله، ده أنت أونلاين أهو ما بتكلمنيش. الله، ما أنت قاعد أهو على البتاع وأنا بعتلك من ساعتين وكده. بلاش الإلحاح ده. الإلحاح يخنق أي علاقة. طب إيه؟ ما ردش، ما تتكلميش تاني. انتي بعتي رسالة واحدة، رد عليها اوكي، ما ردش ما ترديش. سيبيه لما يبعت تاني. طب بعت تاني بعد ساعة مثلا قولي له بضحكة كده يا خبر ابيض، ده انا قلت ان انت مش هتشوف الرسالة النهاردة. بس خلاص، اعملي زي ما بيعمل معاكي. خليها كده خطوة بخطوة. بلاش نجري ورا حد ونلحقه ونخليه يجري قدامنا واحنا نبقى بنجري وراه. حاجة مملة جدا، لا انتي هتتبسطي ولا هو هيتبسط. لكن نعمل ايه؟ نخلينا خطوة بخطوة. هو بيرد انا هبعت، ما ردش خلاص انا عملت اللي عليا وبعت. لما يبقى يرد، ما ردش خالص، هخليها كده معايا شويه وفي قعده حلوه وفي كلمه حلوه. ايه على فكره بقى، انا هبطل ابعت لك، انت تقريبا ما بتشوفش رسايلي، فانا ايه كده اهو. حسسيه كده من بعيد لبعيد. خليكي دايما حاجه لطيفه خفيفه في حياته، عشان العلاقه لما بيبقى فيها يعني حاجه كده مش فرض ومش قانون لازم ومش اجبار، بتبقى فيها كده سسبنس حلو. اي حاجه فيها اجبار تعمل خنقه، تموت اي حاجه حلوه. اتمنى يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم مع موضوع جديد وحلقه جديده. وما تنسوش اللي ما عملش اشتراك يا ريت يشرفني ويشترك ويفعل الجرس. وانا سعيده جدا ان انا كنت معاكم.